الاكل الشتوي بقى بتاعنا وجماله. هنا عملنا ايه مع بعض النهارده؟ اكله شتويه جميله، عملنا سبانخ باللحمه. تعالوا نشوفوا عملناها ازاي مع بعض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم قناة يوميات أميرة البنا. إن شاء الله النهاردة هنعمله مع بعض السبانخ بطريقة حلوة. طريقتي فيها هتعجبكم إن شاء الله، وهتدعولي لو عملتوها بيها. عندي ايه المكونات عندي بتاعت السبانخ؟ قد ايه؟ عندي كيلو سبانخ، وعندي كمان كزبرة خضرة جايبة زي ب2 جنيه كده كزبرة خضرة اهي. هعملها معاكم برضو دلوقتي. هعمل ايه؟ ده كيلو سبانخ بيبان كتير بس هو بيصفصف على مفيش، يعني هتشوفي ازاي. فهو يدوب كيلو على اسره من 5 افراد يعني. تمام كده. تعالي بقى هقطف السبانخ، اغسلها الاول كويس قوي واقطفها وهي والكزبره وارجع لك تاني. بصوا يا جماعه، انا بعد ما غسلت السبانخ كويس قوي كده اهي، قطعتها كده زي ما حضراتكم شايفين حتت صغيره كده. بس برضو خليت عندي كده اهي سبانخ لسه ما قطعتهاش. اقول لك لو في لسه حد جديد اخت من اخواتي الصغيرين يعني عايزه ازاي تعرف تقطعها ازاي. هنا انا عندي هنا العنق بتاعها ده بس هخفه كده انا شويه كده اهي. الحته بتبقى الطويله هنا من هنا ديت. وبعد كده هعمل ايه؟ هحتفظ على قد ما اقدر بالعنق الاحمر ده، لانه ده اللي بيبقى مسكر وبيحلي الطبيخ، ما بفرطش فيه. تمام كده. وبعد كده بقى باجي على صينيه كده اهي، وابتدي اقطع بقى ايه السبانخ كده. عندي كده حتت صغيره كده اهي زي ما حضرتك شايفه كده اهي. سهله وما فيهاش اي حاجه. وطبعا تبقي غسلاها كويس قوي، وغسلاها كويس قوي كمان بالخل، تديها شطفه بالخل كده معاكي. وبعد كده تغسليها كويس قوي من الخل عشان تتاكدي ان الخل راح منها وما يبوظش عندك طعم الاكل. تمام كده. هقطع بقى كل كميه كده بالطريقه دي كده وارجع لك تاني. انا كده قطعت كل كمية السبانخ اللي عندي كده صغير، وكمان قطفت عندي كده الكزبرة الخضراء عندي كده خليتها زي الملوخية كده، قطفتها ورق بس. هعمل ايه؟ هضيفه بعد كده على السبانخ كده. تمام كده اهي. وهقول لك بعد كده هنعمل بيها ايه. تعالي نشوف الاول كده هنعمل التدويرة بتاعت السبانخ عندنا ازاي. بعد ما قطعنا السبانخ مع بعض كده، تعالوا بقى نعمل الاول ايه التدويره او الخلطه بتاعه السبانخ عندنا، الطبخه يعني نفسها. المكونات هي ايه؟ هي لحمه، وهنا عصير طماطم مضروب في الخلاط ومتصفي كويس قوي. وهنا كده عندنا ده الفريك. تمام. الفريك دلوقتي انا هوريكي ازاي هننضفوه وننقوه ونعملوه تبقى مظبوط. يعني هقولك الخطوات بتاعتها بعد ما نقول مع بعض المقادير بتاعتنا كلها يعني. وبعد كده بتنقعيه، ودي اهم حاجه. بعد ما تغسليه كويس وبتنقيه وبتنخليه كويس قوي، تنزلي منه كل الكسر. بعد كده بتغسليه كويس قوي وبتنقعيه لحد ما تخلصي كل الطبخه بتاعت السبانخ بتاعتك. واقولك يتحط امتى. البهارات عندي هي ايه؟ هنا عندي هقلي هنا بليه مع زيت وسمنه، بس انا ما حطيتهمش في المقادير. وعندي رشه سكر وفلفل اسود وكزبره وكمون ومرقه دجاج. وعندي هنا قرن فلفل حامي، وهنا فلفل على توم مفرومين، وهنا كمان بصل مفروم. تعالي بقى نروح على حله سخنه على البوتاجاز ونشوف هنعمله ايه. بس قبل ما نروح للحله تعالي اقولك هنعمل ايه في الفريك الاول. بصوا يا جماعه، الفريك عندي هنا اهو، بحطه في مصفى. تمام كده. وابتدي بقى كده انخله كده عشان ينزل اي حاجه فيه كسره او رمله او اي حاجه. بس طبعا بعد ما نقيته كويس قوي. تمام كده. بعد ما نقيته بهزه كده بالمصفى بينزل كل الكسر اللي فيه. تمام كده اهو. وافضل بقى اعمل كده لحد ما انزل كل الحصاوي والكسر الصغير اللي فيه، وارجع لك تاني اوريكي شكله ايه. بصوا يا جماعه، اللي نزل منه كده اهو بعد ما هزيت كل الفريك اللي عندي كده اهو. وطبعا نازل برضو كميه قده او اكتر منه كمان في التنقيه. انا ما بحبش الحاجات دي تبقى موجوده في الفريك، لانه بتعمل السبانخ زي الروبه كده. انما الفريك عندي الصحيح ده بيخلي كده السبانخ بتاعتي حلوه ولفه وشكلها جميل. تمام كده. هغسله بقى كويس قوي وارجع لك نشوف هنعمله ايه في السبانخ بتاعتنا. اجي بقى كده على الزيت والسمنه واحط ليا
واللي هي طبعا اختياري، عايزه تحطيها حطيها، هي بتطعم الاكل وبتديله نكهه جميله. مش عايزه تحطيها ممكن تستغني عنها. احنا خطواتنا في طبخه السبانخ هتبقى طعمه من غير حاجه. تمام كده. اسيح اللي هي كلها بقى كده. بص بقى عندي هنا بعد اللي هي الاول اهي ساحت كده عندي، انا هعمل ايه؟ هحط هنا البصله نصها الاول وهشيل نصها. اما التومه عندي هقسمها على 3 مراحل. هاخد اول حاجه كده مرحله بتاعتها، يعني هنزل الاول بالبصله كده. ده نص كميه البصل بتاعتي، وانا سايبه النص التاني هقولك هحطه امتى. تمام كده. تاخد بس كده تدبل شويه وارجع لك تاني. بعد ما البصله عندي دبلت كده بس هبتدي زي ما قلت لك اقسم الثوم اللي عندي هنا بالفلفل على 3 مرات. هاخد اول بس تلت دلوقتي كده اهو، هنزله دلوقتي وهقول لك اللي فاضل هقسمه على مرتين في ايه. بعد ما البصله اخدت عندي كده لون حلو هبتدي احط رشه كزبره وكمان رشه فلفل اسود كده اتبل عندي بيها كده البصله بتاعتي. تمام كده. بتدي نكهه حلوه قوي بعد كده للطبيخ وللسبانخ، هتعجبكم جدا ان شاء الله. تمام كده. هبتدي بقى دلوقتي اعمل ايه؟ انزل اجيب بس تقريبا حلوه كده. انزل بقى عندي بكميه اللحمه اللي عندي، اشوحها كده في البصله كده لحد ما تاخد لون حلو وتاخد صدمه كده ولون حلو، وارجع لك تاني. بصي بقى بعد ما قلبت كده اللحمه عندي في البصله، ريحتها كده يا جماعه تحفه بالبصله والثوم وحبه الفلفل الاسود ورشه الكزبره بس كده. تمام كده. ابتدي بقى دلوقتي انزل بعصير الطماطم. بعد ما ضفت عصير الطماطم هبتدي كده البصله التومه اللي احنا قلنا هنقسمها على 3 هاخد تاني جزء منها كده واحطه اهو. تمام كده. وانزل بقى بقيه البصله اللي عندي النيه برضو احطها كده على الطبيخ واقلب، واحط قرن الفلفل الحامي كده هنا اهو. لو انت عايزاها السبانخ عندك تبقى حاميه تقدري تدوقيه، انما انا مش عايزاها حاميه قوي فهحطه بحاله زي ما هو كده بس مغسول كويس قوي. واحط بقى التوابل كلها بتاعتنا اهي. تمام كده اهي. وابتدي بقى اقلب كويس. تمام. دلوقتي بقى خلاص كده الطبخه عندي تمام. عايزه اعمل ايه بقى؟ عايزه اغطي عليها لحد ما الطماطم دي تتسبك، وبعد ما تتسبك اشوف لو اللحمه استوت عندي ولا لسه. لو لسه طبعا واكيد هيبقى لسه هبتدي اضيف شويه ميه او شويه شوربه. تمام كده. بس انا عايزاها لسه فيها شده، يعني اول ما اوصل بيها لمرحله ان هنا حطيت الشوربه وفيها شده ارجع لك تاني واقول لك انا عايزاها فيها شده ليه، مش عايزاها كامله سوا. كده انا عندي اللحمه بتاعتي حصل فيها ايه عندي كده. اول ما الصلصه عندي اتسبكت ابتديت احط حبه ميه صغيرين يا دوب بس عشان يسووا اللحمه. وصلت بيها لايه؟ وصلت بيها لاني خدت اللحمه تبقى فيها شده صغيره. تمام كده. اول ما اوصل بيها للشده دي ابتدي بقى ما اضيفش ميه تاني حتى لو فيها شده. ليه؟ لان انا دلوقتي هضيف عندي كده السبانخ بالكزبره ايوه السبانخ بالكزبره زي ما اتفقنا ان احنا حطيناهم على بعض كده. الورق بس بتاع الكزبره والسبانخ عندي دي هتنزل ميه كتير، فمش هضيف ميه، وهعتمد على الميه بتاعه الخضار هنا اللي هتنزل، هي دي اللي هتسوي عندي كميه اللحمه بتاعتي. تمام كده. بصي كده عندي السبانخ اهي ضفتها كده تمام، كانت مهرمه وكل مدى ما هتنزل وهتدبل وهتختفي، مش هتبقى هايشه كده. تمام كده. انا عندي هنا الفريك بتاعي اهو بعد ما غسلته نقيته كويس قوي كده وغسلته نقعته في ميه. تمام كده لمده ربع ساعه كده. تمام. دلوقتي بقى هصفيه من الميه دي وهبتدي اضيفه. ادي الفريك بتاعي اهو ضفته كده كله، وابتدي بقى اقلب كلها. وطبعا انا ما ضفتش ملح لسه، هبتدي دلوقتي اضيف ملح. انا مأجله كنت الملح كله علشان ما يأجلش سوى اللحمه معايا. تمام كده. هقلب بقى كده عندي وابتدي اضيف الملح. تمام كده. وبعد كده اغطي عليها تاخد غلوتين محترمين كده وتسوي معايا اللحمه وارجع لك تاني. بس اضيف الملح الاول قبل ايه؟ قبل ما اغطي عليها.
دلوقتي بقى انا ضفت الملح خلاص وقلبتها تقليبه كويسه زي ما انت شايفه. الميه ابتدت اهي، الخضار ينزل ميه اهي لو شايفاه من الجناب. تمام كده، هسيبها لحد ما يتنزل كل ميتها وهوريكي معايا هي عملت ايه. بصوا يا جماعه، انا حبيت اوريكم بس المرحله دي الاول كده. بصي كميه الميه اللي نزلت من الخضار عندي، اذا كان السبانخ او الكزبره. بصي والله ما حطيتش نقطه ميه واحده ولا نقطه شوربه. تمام كده. بس في المرحله دي بقى كده اهي، بعد ما نزلت كل الميه اللي عندي كده، هبتدي احط بس يعني ايه زي كوبايتين شوربه صغيرين كده، علشان بس ما تلزقش مني. تمام كده. عندي هنا شوربه كنت شايلاها، هبتدي اضيف عندي اهي كوبايتين شوربه كده. تمام. لو انتي ما عندكيش الشوربه مش مشكله، كده كده انتي عامله الطبيخ بلحمه وهيبقى طعم برضو. تمام. بس لو في شوربه تبقى احلى، تزود الطبيخ طعمه. تمام كده. هقلب بقى كده كويس قوي كده، وهتاخد بس غلوه بسيطه واطفي عليها بس. واقول لك بقى تعالي نعمل الدقه بتاعتها او التقليه بتاعتها. تعالي نعملها مع بعض الاول. دلوقتي بقى اجي اعمل التقليه معاكم كده. الطشه بتاعتي اللي هحطها على السبانخ، هعمل ايه؟ هحط كده عندي هنا ايه مكعبين زبده كده كبار. تمام كده. انا ايه مش هحط ليا ومش هحط سمنه ومش هحط زيت، هعملها بس بايه بزبده تحليلي كده الطبيخ عندي. طبعا انا مش هحط ليا هنا، انا كفايه الليا اللي انا حطاها في الطبيخ في الاول. تمام كده اهيت، مش هيبقى ليا هنا وليا هناك. هحط بقى تمام كده اهي. عندي هنا الثوم على الفلفل، اقلبهم كده كويس. تمام كده. وابتدي احط بقى عندي هنا كميه من الكزبره اللي انا كنت مقطفاها، حطيت نصها على السبانخ في الطبخه، والنص التاني هقلبيه مع الثوم والفلفل. تمام كده. هفضل اقلب بقى عندي كده التقليه بالكزبره عندي لحد ما ريحتها تطلع كده، وهي ريحتها طلعت خلاص كده بقت جميله. تمام كده. وبعد كده هضيفها على السبانخ عندي الطبيخ. بصوا يا جماعه كده اهي، التومه عندي اهي بقت لونها ذهبي وجميل كده، وعندي كمان الكزبره عندي دبلت خالص اهي. كفايه قوي كده، علشان لو اتكيت عليها اكتر من كده هتمرر. تمام كده. فكده كفايه عشان ما تمررش. وابتدي بقى اخدها كده بقى واضيفها عندي على الطبيخ. بسم الله. بعد ما ضفت الطشه عندي كده على الطبيخ، الريحه بقى ما اقولكيش تحفه، هتعجبك جدا ان شاء الله لو جربتيها بالطريقه بتاعتي. هعمل ايه بقى؟ هسيبها تاخد غلوه بسيطه بس، وبعد كده بقى اطفي عليها واغرفها، وهتاكلي معايا النهارده احلى سبانخ ان شاء الله. لو عملتيها بطريقتي هتدعيلي. تمام كده. تعالي بقى ايه اغطي عليها، ولما اطفي عليها نغرفها ونقدمها مع بعض. ايه رأيكم بقى يا جماعة كده في السبانخ بتاعتنا؟ تحفة، وطعمها جميل وريحتها جميلة. عملتها هنا وهقدمها مع ايه؟ مع رز حباية وحباية مفلفل وجميل. عملناه قبل كده في القناة، يا ريت ترجعي لفيديوهات القناة لو عايزة تعرفي ازاي بنعملوه مفلفل مع بعض كده. وادي الليمون المخلل كنا عاملينه برضو مع بعض، فتحت عليه دايب وتحفة، هيعجبك جدا برضو. هسيبهولك ان شاء الله في صندوق الوصف، لو جربتيه بطريقتي هيعجبك حلو جدا. تمام كده. اتمنى بقى الاكله الشتويه بتاعتنا الحلوه دي السبانخ النهارده لو عجبتك تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفك في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.